Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors الأولى بغيت نشكر جميع المشتركات الحنونات الفحلات اللي خلاو لي تعاليق في الفيديو السابق. هذيك الإنسانة أصلا أطرو فيها كما أنا أطرو فيها، وراهي تشكركم من أعماق قلبها، لأنه فرانشمون كانت دي كومنتير مليئة بالحب بالتحفيز بالأمل، ما شاء الله عليكم. ونشكر جميع اللي اشتركوا في القناة مؤخرا. مرحبا بكم في قناتكم، وإن شاء الله تضلوا معايا وتستفادوا مني ونكون عند حسن ظنكم. ألوغ بالنسبة لهذا الفيديو راني كما وعدتكم، هذا الفيديو راح يكون جد مهم، راح نشارك معكم فيه نصائح تخص البشرة الدهنية. ان شاء الله تكملوه للاخير باش تستفادوا، وما تنساوش تخلوا لي لايك للبنات. وفي الاخير شاركت معكم واحد الوصفه تاع البيتزا روعه البنات وسهله، ما تاخذش منك الوقت. بالنسبه للفيديو ما حبيتش نطولها عليكم، قسمته لدو بارتي. دوزيام بارتي غادي نشارك معكم لي برودوي اللي نيتيليزيهم انا الخاصه بالبشره الدهنيه. فوالا الوغ بروميير كونساي اللي نجم نعطيها لكم، راح نبدا لكم بالغوماج. الغوماج البنات اللي عندهم هذه البشره الدهنيه ايفيتو لي غوماج اللي فيهم الزيت، زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت الكوكو، ايفيتوهم. اون ديري ما راكم ديروا والو، انا كنت نديرهم يعني يزيدوا الطين بله كما يقولوا. هذا الغوماج البنات انا درته، يعني ما شفت لا معلومات هكا لا فيديو هكا لا والو، انا بانت لي نديره ويعني عطاني نتيجه، قلت علاش ما نشاركش مع حنوناتي. الوغ فيه غير مغرف حسل ومغرف سكر ومغرف ماورد باش تطلقي هذاك الحسل. الوغ اذا كانت عندك كريم ادغاطونت خاصه بالبشره الدهنيه، اذا ما كانتش عندك مكان له ديريه مع الغوماج. اذا كانت عندك كريم ادغاطونت خاصه بالبشره الدهنيه ديري شويه مع الحسل والماورد والسكر. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. حسل ماورد وسكر. اذا كانت عندك كريم ادغاطونت خاصه بالبشره الدهنيه زيدي معها مع هاد المكونات غير شويه. اذا ما كانتش عندك ما كاش مشكل، ماشي اوبليجي. لهنا بغيت ندير حمام، يعني بغيت ندير تقليشه روحي، بغيت نكيسيتو. وبس بالنسبه للغوماج دو كور راني شاركته معكم في واحد الفيديو، في تي فيديو شريته من الاكسيون البنات، راهو روعه. بالنسبه للبنات اللي ما ينجموش يديروا ايبيلاسيون يعني تاع لاسيغ في المنطقه الحساسه، راني جبت لكم هذه الغازوار الومنيوم شريتها 10 يورو من الكازينو البنات، مي الي مانيفيك الي براتيك. شوفوا جايه غير صغيره وجايه تتلوى وحدها، يعني ماشي فيكسي كيما لي زوتر غازوار. وهذيك وين وريتكم يعني دايره بالصافون، يعني كيما راكم تشوفوا ما درت لا جيل دوش لا صافون لا والو، وحدها دايرين فيها صافون وفيها 5 لام، دونك ما تحسنيش وتعاودي كيما احنا نقولوا في مضرب في خطره، يعني تقلع لك كل شيء. راكم تشوفوا في الفيديو يعني راه يوضح نفسه. انا ساعدتني بزاف صراحه المنطقه الحساسه، يعني انا هذوك لي دولار ما نجمش نتحملهم تاع لاسيغ. بالنسبه لهذا اللي راني نيتيليزي في هذا برودوي تاع سوان ايبيلاسيون البنات، نورمالمون نديره لو لوندومان ابري ليبيلاسيون. قلت معليش ماشي خساره في حنونه تاعي نشاركها معكم، حتى لو صرات لي كاش حاجه معليش. فيه واحد البارفان هايله البنات روعه. والغوماج لهنا غادي نخليكم تشوفوا الفيديو. يعني نصيحه تانية البنات خذوها بعين الاعتبار، يعني قبل ما تعالجي ليكستيريور حاولي تعالجي الانتيريور. دونك الماكله البنات ايفيتو الماكسيموم الماكله اللي فيها ليدام، القليانيتو، لي فاست فود، المايونيز، خاصه المايونيز. راح نشارك معكم انا الوصفه البديل يعني تاع المايونيز راني محتمداته. وفوالا ايفيتو الماكسيموم هاد الماكله البنات. ولا هنا البنات بغيت نشارك معكم هذا، يا اخي قلت لكم ما نبخل عليكم بوالو. هذا سي ان غوماج بوغ لي ليفر، انا نديره فيه شويه فازلين شويه قرفه وشويه جانجومغ. علاه فيه جانجومغ والقرفه؟ باش ينشطوا الدوره الدمويه تاع الشفاه تاع لي ليفر. يعطي نتيجه روعه البنات والله العظيم. اما بالنسبه للماسك اللي يوتيليزيته مورا الغوماج، درت ماورد ومغرف لحظه، يعني حليب مجفف ومايزينا، مغرف مايزينا، يعني خلطتهم كامل. هذا هما اللي كانوا عندي في الدار. يعني موالف انا ندير ماسك واحد اخر تاع لوغي راح نشاركه معكم في نوتر فيديو ان شاء الله. ولهنا مسحت غير بالماورد. واذا كان عندكم البنات ما كانش عندكم ماورد، ديروا غير الماء تاع لوغي، راهو يساعد بزاف والبشره الدهنيه باش يقلل منها
ولا هنا البنات درت لي غلاسون دو غير راني شاركتهم معكم، شاركت معكم طريقة تحضيرهم في الفيديو السابق. راهم البنات روعة، يعني ما نقدرش نوصف لكم النتيجة حتى تجربوها انتم بانفسكم، يعني بانفسكم، وراح تشوفوا النتيجة. ونظن راكم تشوفوا نتيجة بعد ما استعملت المقشر ودرت الماسكيتو، راكم تشوفوا الإضاءة اللي راهي في وجهي. أبغى البنات، النصيحة الأخيرة اللي بغيت ننصحكم بها واللي لازم تاخدوها بعين الاعتبار هي المناشف. ايفيتو تنشفوا وجهكم بلي سيرفيات ولا المناشف ولا كلها كيقولها. راكم عارفين هذه البشرة الدهنية هي معرضة أكثر للبكتيريا، تلتقطها بالخف لأنها تفرز الدهون، وهذيك الدهون تلصق فيها البكتيريا بالخف. والمناشف راهي أكبر عرضة للبكتيريا. راكم عارفة حتى لو تقولوا لي نغسلها صباح وحشية جو سي اكزاجيري ان بو، مي لا بغا تغسليها كل يوم ما لقيش تنشفي. ايفيتي تنشفي بلي سيرفيات. لا بغا تكوني مقلقه، روحي ديري غي زوج تاع كوطون ديسك ولا كوطون اللي عندك في الدار ومسحي به. انا ملي كنت عازبه في دارنا ولا العظيم ما نشف وجهي، نخلي هذاك الماء تشربه البشره تاعي. كونترير سي بيان. الوغ ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي كونساي اللي عطيتهم لكم، وديروا لي لايك البنات، ما تنساوش لي لايك. هذاك الاسبوع ما غادي يدي منكم حتى ثانيه ان شاء الله يكونوا عجبوكم هذه النصائح وتاخذوهم بعين الاعتبار. الوغ لهنا بغيت نشارك معكم وصفه البيتزا اللي قلت لكم عليها، سهله ماهله. ديري فيها حبه بيض، كاس حليب، ديري فيه مغرف خماره، ما تكتريش خماره، ما خصناش احنا خبز، خصنا بيتزا تجي رقيقه. نص مغرف تاع سكر وربع مغرف تاع زيت زيتون، هذا مكان. وزدت معاهم انا مغرف لحظه كبيره، هذا اللي يوم بودغ. وتخلطي كل شيء، تخلي هذيك الخميره تفاعل شويه مع الحليب والسكر، وديريها في المزيج تاعك اللي تحصلتي عليه. تخلطي، تزيدي شويه ملح، وتلمي كل شيء بالفارينه. بغاف انا درتها على 5 تاع العشيه، كليناها على 7. سهله. لهنا من خمرت لي المره الاولى نزلتها، عاودت قعدت واحد 10 مينيت ولا ان كاردير، عاودت خليتها خمرت ودرتها قسمتها اون دو. ولادي انا البنات يبغوا غير الفرماج فيها، لا صوص وفرماج وفيوند هاشي، ما يبغوش خضره هذيك الشامبينيون في الفلايتو ما يبغوهمش. باغ كونطخ انا نبغي لي ليغوم فيها، دونك درت زوج، وحده ليهم بديت بها وحده ليا. دونك لهنا من ما حميتش الفوغ نسيت ما درتهاش يحمى، درتها او ماكس من دخلتها ودرتها غير من تحت. دونك من حكمت روحها شويه من تحت، شعلت عليها من تحت ومن الفوق. فوالا ما تخافوش عليها، راهي رقيقه بالخوف الطيب. وهذاك الفرماج الفوقاني بالخوف يدوب، والكفته ثاني تعرفوها بالخوف الطيب، يعني ما كان حتى مشكل. لهنا ينوجد في التاعي درت لها لاصوص موتزاريلا كما شفتوني رابيتها، ودرت الفلفله شامبينيون وكفته. وانتم عندكم الاختيار البنات كلها على حسب ذوق تاعه وذوق العائله وافراد العائله. جات روعه البنات، جات خفيفه، جات رقيقه ماشي غليظه. جربوها البنات، ما راحش تندموا عليها والله، راح تدعوا لي. لهنا البنات بغيت نوريكم النتيجه تاع الشفاه، يعني هذاك المقشر اللي درته. لهنا ماني دايره لا غوجه لا والو، وشوفوا يعني النتيجه كانت روعه، عجبني انا. لانه انا ديجا عندي الشفايف عندي الشفاه شويه زرقاء. لهنا خرجت انا ووليداتي يعني تمشيت شويه صراحه انا وياهم، وجيت لهنا درت لهم لي بوب كورن ولا مايز، حبيت شويه نجمع معاهم ساكين.
ولهنا ما ننساش روحي اكيد درت لو سيروم تاعي اللي راح نشاركه معكم طبعا. وهذا المساج البنات ننصحكم به، راهو هاي البنات بالنسبة للناس اللي عندهم لي غيد، اللي عندهم البوبيغ غونفلي، اللي عندهم لي بوش سو لي زيو، اللي عندهم يعني الخدود مهودة، اللي عندهم الخطوط هذوك اللي جايين عند الأنف والفم. يعني يساعد بزاف. أنا يعني كل شاك سوا غنديره. اما بالنسبه للناس اللي عندهم دوبل مونطون، عندهم هذيك الجهه شويه منتفخه يعني في الركبه، يديروا هذه الحركات اللي راني ندير فيهم انا قدامكم 30 فوا ماتان اي سوار، راح تشوفوا النتيجه. ولهنا البنات حبيت نقول لكم وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله النصائح اللي عطيتهم لكم تستفادوا منها، تفيدكم وتطبقوها تخرج عليكم. واذا نسيت اي حاجه وتكاكيتها بيان سور راح نشاركها معكم مرة أخرى. وإذا أنتم احتاجتوا أي معلومة أو نصيحة خلوها لي في الكومنتير، ما تنساوش رايحة نجاوبكم أكيد. وما تنساوش بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس، وما تنساوش لي لايك البنات. راني واثقة فيكم. ان شاء الله نتلاقوا فيديو آخر. يلا بسلامة.